السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في مطبخ انس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. طبعا صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين، صباح كل حاجة حلوة عليكم. دلوقتي الساعة 10 الصبح، هو ده الصبح بالنسبة لي يعني. إيه، كل سنة وانتم طيبين. هعمل معاكم وصفة النهاردة جميلة جدا جدا جدا. شايفين الصينية اللي قدامكم دي؟ انا مسميها صينية السعادة، لانها بجد كانت حاجة كده عظمة، حاجة كده قبها يعني، كانت طعمها في منتهى الجمال. بس قبل ما ندخل في الفيديو، لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله، ولايك وشير للفيديو حبايب قلبي، وسبسكرايب علشان لما اعمل فيديو جديد، وفعلوا زر الاشعارات علشان لما اعمل فيديو جديد يوصلكوا اشعار من قناتي. شايفين الشوربة بتاعت الفراخ عاملة ازاي؟ وشايفين الفراخ مقلوظة كده وحاجة كده، والله العظيم حاجة كده عظمة. شايفين الجمال والحلاوة؟ بالمناسبة دي فراخ بلدي، دي الفراخ البلدي الشمورت، دي الواحدة كيلو ونص. يعني هي مش فراخ بيضة، وتنفع برضو كل الوصفة دي بالفراخ البيضة لو انت مش متوفرة عندك فراخ بلدي. شايفين الجمال والحلاوة؟ ده الصينية دي تستاهل كام لايك. مستنية لايكاتكم وتعليقاتكم. وهنبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. في حلة على النار حطيت فيها حوالي بصلة كبيرة متقطعة، متقطعة صغير، وحطيت زيت. هسيبها بقى لما تدبل شوية. انا مش عايزة لونها يصفر ولا اي حاجة، انا عايزاها تدبل بس شوية وتاخد لون مصفر خفيف خالص. زي ما انتم شايفين كده اخدت لون اصفر خفيف خالص. معايا كبد وقوانص بتوع الفراخ، زي ما قلت لكم حبايب قلبي دي فراخ بلدي. معايا بقى الكبد والقوانص بعد ما حطيتها في على البصل، عفوا بعد ما البصلة اخدت لون خفيف بنزل بالفلفل الاسمر ورشة قرفة، رشة قرفة ناعمة ورشة شطة. وبحط بقى رشة كمون ورشة توابل فراخ. طبعا لو مش حابة تحطي وجنزبيل باودر، لو مش حابة تحطي الشطة ما تحطهاش عادي، انما احنا بنحب الاكل سبايسي فبنحط شطة. الجنزبيل طبعا علشان ريحة الزفارة. طبعا حطيت الرز وقلبته كويس قوي كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين بضيف الملح، ضفت المية، هحط ورق لوري. هقلب بقى كويس قوي كده زي ما انتوا شايفين. هسيبه بقى يستوى نص سوا وارجع لكم تاني. دي الفراخ اهي زي ما انتوا شايفين كده. بقول لكم ان انا كنت نقعاها في محلول دقيق وليمون وخل وسكر وملح. الخلطة ديت او المحلول ده بيشيل لي اي ريحة زفارة في الفراخ او البط او الارانب او الحمام، بيشيل لي ريحة الزفارة نهائيا. شايفين الرز مستواش يعني استوى نص سوا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. جبت الفراخ وصفيتها من اي مية كده زي ما انتوا شايفين، وجبت الرز. انا مش عايزه ابهدل الرز كله، فنقلت حبه صغيرين علشان ما يتزفرش معايا، علشان الرز الباقي هستعمله تحت الفراخ، هقدمه يعني تحت الفراخ. ببدأ بقى ان انا احشي الفرخه كده زي ما انتوا شايفين. يلا حبايب قلبي، لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله، ولايك وشير للفيديو حبايب قلبي، وسبسكرايب. ولو لسه ما فعلتوش زر الاشعارات فعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، علشان يوصلكوا اشعار من قناتي لو نزلت فيديو جديد. يلا يا حبايب قلبي، ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو بتاعكم اللي بيسعدني وبيفرحني جدا. وطبعا تعليقاتكم اللي بتفرحني جدا وبتديني طاقة ايجابية ان انا اقوم اعمل لكم فيديوهات جديدة. طبعا عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات اعمل لكم وصفات ايه واقدم لكم فيديوهات ايه جديدة، يعني حابين ان احنا نغير مع بعض. اقدم لكم وصفات ايه، نوع حلويات، نوع طبخ،
اي حاجة اكتبولي في التعليقات وانا اعملها لكم على طول. طبعا بعد ما حشيت الفرخة بقى هكتفها زي ما انتم شايفين كده. ببدأ ادخل الرجلين الاتنين بتوع الفراخ في بعض كده زي ما انتم شايفين، علشان الخلطة ما تقعش معايا في قلب الشوربة. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلب اهو، الفرخة اتحشت وبقت زي الفل. والله العظيم دي فرخة كيلو ونص، بس طبعا هتشوفوها تقولوا ده 2 كيلو 2 كيلو ونص، بس هي الحشوة اللي نفخها. بعد ما خلصت الفرختين كده زي ما انتم شايفين معايا مية بتغلي، مية في حلة بتغلي يعني على النار وكده. معايا البوكيه جرنيه ده بقى جزر وطماطم وبصل وحبهان ورق لوري وفصوص توم. هنزلها بقى في المية اللي بتغلي ده. بالمناسبة انا حطيت في المية معلقة سمنة ومعلقة زيت. بعد ما حطيت البوكيه جرنيه كده زي ما انتم شايفين، هنزل بالفراخ بقى. اول ما تغلي كده المية هنزل بالفراخ بتاعتي. الفراخ اهي اتحشت وبقت زي الفل. هنزل بقى بكل فرخة كده. طبعا المية طلعت كتيرة بعد ما حطيت الفراخ، فقلت انقصها شوية. وطبعا كل ما بتغلي كل ما هتنزل، كل ما البخار بتاع المية، البخار بتاع الفراخ هينزل المية. هرش بقى رشة كمون كده بعد ما حطيت الفراخ. اتمنى الفيديو يعجبكم النهارده، واتمنى صينيه السعاده النهارده تعجبكم. انا خلاص سميتها صينيه السعاده لان هي كانت تحفه بجد. وهرش رشه فلفل اسمر صغيره خالص علشان ما تسودليش الشوربه. لو عندك فلفل اسمر حب يبقى احسن. الفراخ اهي بعد ما اخدت غلوه وخلاص كده استوت. الفراخ اهي يا حبايب قلبي، شايفين الجمال والحلاوه بعد ما استوت اهي. طلعتها في صينيه كده علشان ادخلها الميكروويف بقى تتحمر من فوق ومن تحت. وخلاص كده شايفين الجمال والحلاوة. الله على الجمال والله العظيم حاجة عظمة. طبعا بعد ما خلصت بقى الرز اللي باقي حطيته في الصينية ديت تحت الفراخ. وكمان طلعت الفراخ بعد ما اتحمرت وجرنشتها كده، زوقتها كده بخيار وجزر. اتمنى الصينية النهاردة تكون عجبتكم ونالت رضاكم، واتمنى تكون وصفاتي تعجبكم. وكمان الشوربة هي شايفين الجمال والحلاوة. في شوربة احسن من كده؟ شايفين الجمال والحلاوة بتاع الشوربة وبتاع الصينية. وكمان الخلطة اللي جوه الفراخ استوت وبقت تحفة في منتهى الجمال. اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم ونالت رضاكم. واتمنى ما كنتش تقلت عليكم النهاردة. وعايزاك تدعموني باللايكات بتاعتكم الجميلة. وعايزاكم تكتبولي كومنتات جميلة، والله العظيم بتسعدني وبتفرحني جدا جدا جدا. وما تنسنوش بالدعاء يعني. ادعوا لي ربنا يصلح حالي وربنا يرزقني وربنا يكرمني يعني، وربنا يخلي لي اولادي يا رب. واتمنى وصفات النهارده تكون عجبتكم ونالت رضاكم. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. ولايك وشير للفيديو يا حبايب قلبي، وسبسكرايب علشان يوصلك زغروطه من قناتي. يلا يا حبيبتي، يلا يا حبيبه قلبي، يلا اشتركوا في القناه عشان تفرحيني. بالمناسبة القناة جابت 12,000 متابع، يا رب تكمل المليون على خير يا رب. ادعولي، او 100,000 الاول، ما بقاش طماعة. 100,000 الاول وبعدين المليون. يعني كل ده بفضل مجهودكم ودعمكم ليا. وانا هشكركم في فيديو خاص ان انا كملت ال 12,000 متابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.